لكل عشاق الفراخ المقرمشة يلا تعالوا هنعمل النهاردة أحلى ستريبس تشيكن بطريقة حلوة قوي وتتبيلة قوية جدا. مقرمش قوي من بره وطري ولذيذ من جوه. أحلى ستريبس تشيكن ممكن تاكلوه، أحلى من بتاع المطاعم بقى. حاجة كده بجد خطيرة. قبل ما أبدأ معاكم وصفتي، لو أول مرة بتشوفوني أنا اسمي عزة وبحبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تتابعوني وتشتركوا في القناة، وكمان تحطوا لايك للفيديو. جبت هنا صدور الفراخ وبدأت كده ان انا اقطعها شرايح كده طولية بالطول بالشكل ده. الشرايح هنا معايا، شرايح الفراخ معايا مش تخينة قوي ولا رقيقة قوي، شرايح كده متوسطة في سمكها. هنقطع صدور الفراخ بالشكل القمر ده، وبعد كده هننقع الفراخ في محلول النقع علشان نشيل منها اي ريحة زفارة. عصرت عليها ليمونة، حطيت دقيق، حطيت ملح، حطيت مية، وبعد كده هسيبها منقوعة كده في محلول النقع عشان تبقى زي الفل ومفيش فيها اي زفارة. بعد ما هننقعها كده شوية هنشيلها بقى من محلول النقع وهنبدأ نشطف الفراخ كام تشطيفة كده. هنا بقى هنبدأ ان احنا نتبل الفراخ. حطيت نص كوباية مية وهنضيف عليها التوابل دي اللي هي ملح وفلفل، بصل وتوم باودر، بابريكا مدخنة، ورشة قرفة، ورشة شطة. هننزل بكل التوابل في المية. كمان هنضيف مقدار كده من الخل، بمقدار معلقة كبيرة من الخل، لأنه طبعا احنا مش هنبيت الفراخ في التلاجة، علشان كده هنضيف معلقة من الخل. ولو هتبات في التلاجة ما تحطيش خل. هنقلب كل التوابل كده مع بعضها، وبعد كده هننزل بشرايح الفراخ اللي قطعناها بالشكل ده. هننقع الفراخ في التتبيلة على الأقل ساعتين، وكل ما اتنقعت في التتبيلة أكتر كل ما كان طعمها أحلى وكانت متشربة من التتبيلة أكتر وأكتر. هنسيب بقى شرايح الفراخ في التتبيلة لمدة ساعتين أو أكتر، وهنغطي عليها. طبعا أنا غطيتها هنا بطبق كده، ممكن تغطيها بأي حاجة، بستريتش أو أي حاجة، ونحطها في التلاجة بقى لمدة ساعتين أو أكتر. هنا هنبدأ إن احنا نحضر كفر الستريبس، وحطيت هنا مية. بعد كده هنجيب حاجة كبيرة كده نحط فيها الدقيق، شوية دقيق كده محترمين، لأنه احنا طبعا كده كده هنبهدل الدنيا دقيق عادي يعني. فجبت كده حاجة كبيرة نحط فيها الدقيق. هننزل بقى بشرايح الستريبس في الدقيق ونغطيها كويس قوي بالدقيق بالشكل ده. وبعد ما هنغطيها كويس بالدقيق هنحطها في المية. بعد كده هنرجعها تاني للدقيق علشان احنا دلوقتي بنعمل الكفر. والكفر هنا مهم جدا يتعمل بالطريقة دي علشان كده ما يفكش من الاسترابس كده ويبقى متماسك. عندك بقى كفر مش بيفك وتتبيلة قوية، هتدينا احلى والذ استرابس تشيكن ممكن تاكلوه. بعد ما عملنا الكفر بالشكل ده ننزله في الدقيق وبعدين نرجعه في المية. لكن اخر حاجة كان الدقيق، يعني اخر حاجة بقى بيكون الدقيق. هنا كان الزيت بقى سخن على النار ويكون زيت غزير. نزلنا بشرايح الفراخ بالشكل ده في الزيت السخن، وهنديها بقى احلى لون كده، وكمان قرمشة. عايزة اقول لكم قرمشة قوية جدا. بجد الاستريبس تشيكن النهاردة كان خطير. اكيد هتجربوه، اكيد هتقولوا لي رايكم، واكيد هيعجبكم قوي، لان احنا عملنا النهارده الاسترابس تشيكن بطريقه حلوه وسهله وبسيطه، مفيش فيها اي حاجه صعبه، واحلى والذ واطعم من بتاع المطاعم كمان. شايفين اللون القمر ده؟ لون ذهبي خطير. هنا معانا الاستريبس بالشكل القمر ده بعد ما خد اللون الذهبي الحلو ده، وكمان كانت قرمشه قويه جدا. ده كان الاستريبس النهارده. بجد لو جربتوه هيعجبكم قوي. مقرمش قوي من بره وطري ولذيذ من جوه. دي كانت وصفتي النهاردة، وده كان الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تتابعوني وتشتركوا في القناة، وياريت كمان تحطوا لايك للفيديو.